السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبالصحيحة والسلامة. كنشكر جميع الإخوة والأخوات داخل وخارج أرض الوطن. القضية نتاع اليوم مختلفة على جميع القضايا اللي فايت شاركت معاكم. القضايا أو القصص اللي كنشارك معاكم من صلب الواقع وللعبرة وللاستفادة. الاخوه والاخوات، خوكم العايدين ما تبخلوش عليه بالاعجاب وبالانخراط لهاد القناه اللي كيعجبوا هذا المحتوى اللي فيه عده عبار. فيا ما نبقى ندخل شي لكن هذا المحتوى الصايب فيه راحتي. الواقع واقع لا يرتفع، الواقع اغرب من الخيال. قضيه دي واحد السيده عايشه في الديار الاوروبيه وقصدت دير الرقيه الشرعيه من طرف واحد السيد داير اللحيه في المغرب. من بعد دار لها الرقيه عن طريقه بعد ابي الفيديو ورغمها باش يدير لها الرقيه بدون اي بدون ملابس. لكن من بعد بدا كيبتزها بالصور نتاعها وقال لها تزوجي بيا وتديني لاوروبا ومن بعد نطلقوا اللي يسهل لنا وعليك، ولا غادي نلوح الصور نتاعك في المواقع التواصل الاجتماعي وغادي نشوهك كما يبغي هو. لكن هاد السيده مدة سنتين تقريبا وهي كتبتز، لكن فيما بعد دخلت المغرب ومشات دارت به شكايه، والناس الشرطه تفاعلت مع الشكايه نتاعها وتعتقل ونال العقاب نتاعو، تحكم ب4 ديال السنوات نتاع السجن. فلكن هاد القضيه هذه اللي غادي نشارك معاكم قضيه كتشابه مع هاد القضيه ديال هاد السيده اللي حكات لي القصه نتاعها الكامله. بدون اطاله ندخلوا في قضيه وقصه اليوم. القضيه كتبدا من واحد السيده اللي الاسم نتاعها سمار كتقرا في كليه الاقتصاد، فالعمر نتاعها 25 سنه. سمار كانت صراحه خطبوها ازيد من 3 ديال الاشخاص او 4 الاشخاص، لكن ما تزوجتش. اللي كيجي يخطبها كيمشي في حالته ما كيوليش يرجع. سمار حست براسها بانه مديور ليها ثقاف او سحر او سكن فيها شي جن اللي كيعتبروه الناس الجن العاشق. هو راه ما كاينش شي عاشق اكثر من الراقي اللي كتمشيو لعنده وكديروا عنده الرقيه وكيوهمكم الرقيه، فراه ممكن ديرها لراسك. سمار واحد النهار تلاقات مع السيده صاحبتها وحكات ليها، قالت لها انا تخطبت عده مرات لكن ما تزوجت وكنحس براسي مكتئبه، كنحس براسي ماشي طبيعيه. هاد الصديقه ديال سمار الاسم تاعها هاجار قالت لسمار يا ودي عليك بواحد الراقي راه عنده صفحه في الفيسبوك وراني مشيت جربت عنده انايا وكنت يعني انا كنت مكتئبه وكنت نعاني من هاد الظروف اللي كتعاني منها انتيا، لكن جاب الله التيسير هادي سنتين ووليت بخير وعلى خير. سمار دخلت للصفحه ديال الفيسبوك ديال هذا الراقي، صابتو ناشر يعني الرقيه الناس اللي كيعانيو من المس او من الجن العاشق او الناس النساء اللي ما كيولدوش، فكيجيب الله الشفاء على يدو. راسل محادثات ما بينه وبين الاشخاص اللي هما تعالجوا على يدو. يعني الصفحه كتبين الانسان بانه راقي متمكن وغادي ديري عنده الرقيه، وهاجر كتقول سمر غاديري عنده الرقيه، ديري عنده الحصاص، فغادي تولي انسانه طبيعيه وغادي يوليو الناس يجيو يخطبوك، ما غاديش تبقاي تفرقي ما بين هذا ومن هذا، انت غادي تولي تعزلي. فالسيده سمار شافت داك الاشهار اللي داير القناه اللي داير في الفيسبوك اللي تابعينه ازيد من 4000 متابع، زائد دوك الناس اللي كيشكروه كيرسل دوك السكرينات وداك المقاطع ديال السكرينات مقاطع ديال الفيديوهات ديالو كيشرح الرقيه الناس اللي مقيوسين بالجن الى اخره. الاخوه والاخوات، فسمار تواصلت مع هاد السيده مع هاد الراقي وقال لي وحكات ليه، قالت له منيش كتعاني وتا هو تجاوب معاها. قال لها كيفاش دايره باش كتحسي كتافك كيضروك كتحسي راسك مكتاكبه، الخاطب اللي كيجي يخطبك ما كيوليش يرجع، دائما تحسي براسك طالع عليك الدم. حكى لها، قالت له داكشي اللي قال لها هو، قالت له
شحال الطول ديالك، شحال كتوزني، شحال كتوزني في الطول، شحال في العمر نتاعك من سنه. حكات له التفاصيل الكامله ديال الحياه نتاعها، كنقرا في بلاصه فلانيه، يعني الاوصاف ديالها كامل عطاتهم ليه. قال لي يا ودي هاد القضيه هذه كتحتاج 14 الحصه ديال الرقيه، ولازمك تكري برطمه، وغادي تعطيني قد وقد من المال الحصه، لكن بشرط كتسمى غادي ندير لك الرقيه عن طريقه المعاشره. وقال لي ارسلي لي صوره ديالك بدون ملابس باش نشوف الجن او هذا الجن العاشق فين عندك متمركز، واش في القلب، واش في الكبده، واش في المصران، واش يعني. السيده سمار ما ترددش، قبلت العرض، صورت راسها بدون ملابس ورسلت له الصوره ديالها. دار معاه ميعاد، كرات البرطمه هي، وجدت له مبلغ المالي، مشى للبرطمه بدا كيرقيها وكيمارس عليها الاخوه والاخوات والعياذ بالله واستسمح، ما كاينش مصطلح من غير هذا المصطلح. السيده سمار وصلت ل 14 حصه وفاتت 14 حصه، لكن بقات هي سمار. حست براسها تستغلت جنسيا وماديا، جات تبقى ما قدرت، جات تبقى ما صبرت، جات تراجع في القرارات نتاعها ما قدرت. سمار عرفت راسها مصورها هذاك الراقي ديك بدون ملابس كيمارس عليها، من بعد بغات تفك منه، كان كيقول لها جيبي لي قراعيد الماء 14 قرعه ديال الماء اللي غادي نقرا لك عليهم وغادي تبقاي تشربيهم. السيده عرفت بان هذا الراقي كيتلاعب بها وكيضحك عليها، دالها فلوس نتاعها، ومن بعد بغات تسالي منه، قالت له ما غاديش نبقى نجي لعندك دير له الرقيه، انت كتكذب عليا. فبدا كيبتزها فيديوهات عندي ديالك، اشرطه الفيديوهات، الصور غادي نرسلهم في المواقع التواصل الاجتماعي وغادي نشوهك. الا بغيتيني نتفك منك وما نبقايش تجي لعندي ونسالي وننساك في مره، هي غادي تشوفي لي شي وحده اخرى، شي بنت غادي تشوفيها لي، يعني تكوني واسطه ديال شي بنت زوينه تجيبيها لي وانا غادي ننساك. سمار هنا بدات كتفكر شي بنت، شي صاحبتها اللي غادي تجيبها لهذا الراقي، مش عويد ما كيتعتبرش راقي. فكتبلغي واحد الاخت نتاعها اللي كبر منها، فيتهاب 3 ديال السنوات ما كتعيش معاهم في نفس الدار، ساكنه في دار اخرى وخدامه على راسها. واحد النهار هاد الاخت ديال سمار جات لعند سمار وبدات كتشكي عليها، بدات كتحكي ليها الخدمه كنقنط فيها، الدار كنقنط فيها، ما واخداش راحتي، راني عايشه في واحد العالم بوحديتو، فهاد الشيء هذا راني ما كنتقبلوش. فسمار بدات كتقول الاخت نتاعها، كتقول لها عليك بالراقي الفلاني، وهذا الراقي اللي الاسم نتاعو بالقاسم عنده صفحه في الفيسبوك وكينشر فيها الضحايا ديالو بهاد لافاصو او داكشي مفبرك، محادثات نتاعو ما بينه وبين الكليان، كيشرح فيه على من كيداويه وعلى من كيدير الرقيه، المس، الجن العاشق، مراه ما كتولدش، مراه مسكونه فيها الرياح فيها يعني. فحاولت سمار تقنع الاخت نتاعها، غادي تقول لها يا ودي هذاك الراقي انا راه فايت مشيت لقيت لعندو هذه واحد السنتين، وتا انا كنت في حالك، كنت مكتئبه وكنت مريضه وكنت عيانه ومانيش في الخطر نتاعي. فالسيده الاخت نتاع ابتسام طالعت على الفيسبوك نتاعو، شدت هزت الرقم من الفيسبوك وتواصلت معاه، تواصلت مع هذا الراقي، قالت السلام عليكم. عليكم السلام، انا راه كيفاش حكات له منايش كتعاني من الأ حتى لزيد. حتى هو هذا الراقي نفس عاوتاني نفس الطريقه اللي دار لسمار، غادي ندير لك الرقيه كيسميها هو ما الرقيه السفليه، غادي ندير لك غادي كي شحال في العمر نتاعك، شحال عندك شحال فيك من متر ديال الطول، شحال فيك من كيلو، يعني عطاتو التفاصيل. قال ليها غادي ترسلي لي الصوره نتاعك بدون ملابس باش نشوف الجن، الجن العاشق فين عندك متمركز، يعني نطالع على القضيه ديالك بدون ملابس، لكن راه غادي تكوني معاشره، يعني ندير لك الرقيه بالمعاشره، وغادي تكري برطمه
خاصه، وانا راه عندي جوج الحالات كندوزهم في النهار 3، غتكري برطمه خاصه وغتعطيني قده وقده من المال، وغادي تجيبي 14 القرعه ديال الماء صغار، وغادي دير لك 14 الحصه. فهاد السيده الاخت نتاع سمر قبلت هاد العرض ديال هاد الراقي. ما عرفتش كيفاش مرا كتمشي تقول لها الراقي غادي نمارس عليك، مرا متزوجه غير متزوجه، فهاد الراقي كان كيحصد الخضر واليابس، ما كيعزل هادي من هادي، المهم تكون مرا او بنت فكل شيء. فهاد السيده قبلت العرض ديال هاد الراقي، مشات لعندو كرات البرطمه، دات 14 قرعه الماء، دات له مبلغ ديال المال اللي تفاهمت هي وياه عليه، وبدا هاد الراقي كيمارس على الاخت نتاع سمر، وسمر طاحت في نفس في الفخ ديال هذا الراقي، وما بانت لها غير الاخت نتاعها اللي بلا حياء ولا حشمه،ختها اللي مدمها ولحمها، ما شافت حتى شي بنت يعني من بعد، وهي عانات مع هذا الراقي، وجعلت حتى الاخت نتاعها تعاني، غيوليو جوج ديال البنات من عائله وحده مع هذا الراقي. مشكله هذه اخواني اخواتي. فالسيده الاخت نتاع اخت سمر مشات عند هذا الراقي، الحصه الاولى، الحصه الثانيه، الثالثه، وصلت معاه حتى هي ل 14 الحصه، لكن الاخت نتاع ابتسام بقات الحاله نتاعها كما الاول، كما ما تزاد فيها ما تنقص. الاخت نتاع سمر كانت جميله جدا زوينه، ومن بعد بغات اكتشفت بان هذا الراقي مصورها كيبتزها، ومن بعد قالت له ما غاديش نولي لعندك، هذا بدا كيبتز فيها وكيهدد فيها، وقال لها غادي نتزوج بيك. الراقي في العمر نتاعو ازيد من 50 سنه، السيده في العمر نتاعها 28 سنه او 30 سنه، يعني تكون حتى ل 30، من 28 ل 30 سنه في عمرها. فقرر ما يتفارقش معاها، تزوجي بيا واما الصور نتاعك غادي نشوهك وندير لك ونفعل لك ونصنع لك. هاد السيده الاخت نتاع سمر عندها واحد الصديقه نتاعها في الصحافه، عندهم منبر اعلامي، مشات حكات لها الصاحبه نتاعها اللي الاسم نتاعها اميره، حكات لها التفاصيل الكامله ما وقع لها مع هذا الراقي، يعني واجهت امر الواقع، ما خدعتش ليه الابتزاز نتاعو او التهديد او شيء من هاد الاشياء، حكات لها التفاصيل الكامله. هذيك اميره اللي كتخدم الصحافه استشرت مع المدير نتاع الجريده نتاعهم، حكات له التفاصيل، وقال لها غادي نديروا معاه روبورتاج، يعني يدوز عبر التلفازه، غادي نديروا كاميرا خفيه، وغادي تمشي هاد السيده اللي هي الاخت نتاع سمر، نقدروا نسميوها كريمه اسم مستعار. فدارت معاه فوقاش، يدير ميعاد هي وياه، جا لعندها القهوه، بدات كيتفاهموا هو وياه، لكن ما خضعش ليها. هذوك الصحافه جابوا واحد البنت من عندهم خدامه معاهم، وقالوا ليها غتعيطي لهذا الراقي وغادي تحكي عليه، غتحكي له انت بانه مسحوره فيك الجن العاشق، وغادي تستدرجيه وغادي تتفاهمي معاه. وداك الراقي مع السيده اللي خدامه في الصحافه قال لها شنو خصك ديري الرقيه السفليه، وخصك قدا وقدا، ورسلي لي الصور ديالك و وكري البرطمه فين ندير لك الرقيه، و14 قرعه الماء الى اخره. قالت له واحد النهار تلاقات هي وياه، قالت له غادي نتلاقاو انا في قهوه الفلانيه، نهضروا انا وياك نتفاهموا، من بعد نمشيو للبرطمه وديك الساعه دير له الرقيه. بالفعل داك الراقي تلاقى مع السيده اللي خدامه في هذه المنابر الاعلاميه الصحافه، الصحافه داروا لها كاميرا في الصاك، يعني ما طاحش في الفخ ديال الاخت ديال سمر، جابوا له وحده اخرى داروا لها كاميرا في الصاك نتاعها، قعدوا في القهوه كاميرا خفيه، وبدا كيحكي ليها قال لها غادي تمارسي معايا. السيده قالت له غادي نرقد معاك، يعني غادي ننعس معاك بدون ملابس، غتمارس عليا. قال لها يعني الا بغيتي يتحيد منك هاد الجن العاشق وتولي في الحياه نتاعك الطبيعيه، هي غادي ديري هاد القضيه، يعني غادي تمارسي معايا. بالفعل داك النهار السيده اللي خدامه في هذا المنبر اعلامي قالت له خليها من بعد خطره اخرى، هاد النهار حنا تفاهمنا، خليها حتى الغدا.
غدا ونتشافوا انا وياك في البرطمه وتمشي تما دير ليا الرقيه يعني، ومريضنا ما عنده باس. هذاك المنبر اعلامي اللي هو معروف في الدوله صراحه اللي هي تونس، وثقوه الصوت والصوره، الاعتراف على اللسان نتاعو، وقال لي يا ودي انا راني بهالطريقه هذه ديال الرقيه السفليه. هذه الرقيه السفليه قال لي يا ودي راني عالجت ازيد من 800 بنت، يعني 800 ضحيه. بنت كتلاقيه مع بنت، البنت فاش كتبغي تسالي يعني كتدخل معاه في اكتئاب وكتعرفوا بانه مارس عليها، فكيقول لها جيبي لي بنت اخرى باش نسالي منك، انت تجي والاخرى تمشي. الا بغيتي نسالي منك بنت كتدبر على بنت كتجيب بنت كتستقطب بنت، حتى وصلت ل 800 ضحيه. فصراحه هاد الصحفيه وتقولوا هاد الصحافه صوت وصوره الاعتراف نتاعو بانه كيمارس على البنات ما يسمى الطريقه ديالو الرقيه التحتيه، وكيدخلوا كيعتقلوه كيشدوه تما، كيعلموا الشرطه التونسيه، كيدخلوا كيلقيو عليه القبض متلبس في المكان نتاعو اللي كان كيدير فيه الرقيه. صابوا عده اشرطه نتاع الفيديوهات، نساء متزوجات، ابنات، عده اشياء. المحامون نتاعو كيدافعوا عليه، وهو كان كيدافع على راسو، كان كيقول لهم يا ودي انا كنشرط عليهم، انا ماشي كنت تنصب عليهم او لا كنت تنستدرجهم او كنغيبهم، كندير لهم شي ماده او شي منوم كنومهم ونستغلهم. فهاد الناس هاد الضحايا هادو انا ما كنعتبرهمش ضحايا، فهما انا كنت تنشرط عليهم يعطيوني المال وندير لهم الرقيه السفليه، يعني بدون ملابس، يعني كنمارس عليهم. ما كاينش يعني انا الناس ما تعديتش عليهم، هما اللي جاو راسهم. فالمحكمه الاخوه والاخوات، المحكمه التونسيه حنا ماشي صراحه ماشي كيما المغرب، كون كان دايرها في المغرب بحال هكا وعنده ضحايا غادي يعطيوه واحد 20 سنه او للمؤبد او ل 15 سنه. وهذا الشيء هذا كما حكيت لكم في الاول كيديروها حتى في المغرب والدال، راه كما سمعنا او كما شفنا عراقي بركان اللي القضيه اللي تفجرت ذاك الوقت اللي هزت الرأي العام المغربي، كيعطيوه 2 نتاع السجن. هذا الراقي بالقاسم اللي صراحة ما كانش العدل، ما طبقش عليه العدل، خصو التالية واحد 15 سنة ولا 20 سنة. هذوك الضحايا اللي كانوا حضروا في الجلسة او في المحكمة 8 ديال الضحايا اللي جاو واجهوه في المحكمة. اما التما باقي الاخرين كانوا مبتزين او كانوا فيهم نساء متزوجات او نساء كانوا على كانوا قرابين يتزوجوا، ما بغاوش يشوهوا راسهم ويتعرفوا بانه تا هو داك الراقي استغلهم جنسيا. فحتى لهنا الاخوه والاخوات صراحه الناس اللي كدير الرقيه كتمشي عند دوك المشعوذين، وهذا الشيء راه كنشوفوه في المغرب بحال داك اشرف اللي كيدعي بانه كيدير الرقيه وهو هذاك ماشي راقي. انسان بغى يدير الرقيه الشرعيه يمشي اما عند شي انسان متمكن كيخاف من الله. ملي كتولى القضيه ديال الشدان او لا راجل مختالي هو ومراه في مكان واحد او في منزل واحد، الثالث نتاعهم هو الشيطان، او الراجل اللي ما كيمشيش مع الزوجه نتاعو، المراه كتمشي عند الراقي بلا الحرمه نتاعها بلا الزوج نتاعها، فتحمل المسؤوليه نتاعها. انسان اللي بغى يدير الرقيه يدير الرقيه الراسو، يبازي على صلاه الفجر، صالي الاوقات نتاعو، يصلي الاوقات نتاعو في الوقت نتاعهم، الظهر والعصر يصلي الصلاه ديالو في الاوقات، يكون الصلاه في الوقت نتاعها. حتى لهنا تنتهي قصتنا الاخوه والاخوات. ردوا بالكم، هذا الشيء هذا راه خطير وصعيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا ولو استفدتوا القليل، ما تبخلوش علينا بلايك وبالانخراط اللي كيعجبوا هذا المحتوى.